خالد عن موضوع والدي واللي اتعلمت منه، ان هو طبعا جيل مختلف عني، يعني وخبرته مختلفة ومسقط رأسه مختلف ومدارسه مختلفة وأنا كذلك بعد كده سافرت وجيت، فكان هو محافظ عني في كتير في أفكاره. يعني مش عاوز أقول إن هو كنت أنا نسخة مستنسخة إطلاقا، أنا تفكيري وكان هناك خلاف كبير في التفكير بتاعنا، إنما كان يجمعنا إيه؟ الانفتاح على القيم الأساسية، القيم الأساسية اللي هي الحرية، الكرامة الإنسانية، التواضع، العدالة. يعني القيم دي ما كناش نختلف فيها، وكنا نختلف كثيرا في مناقشاتنا. وكان يعني هو ديمقراطي بيقبل الاختلاف، انما كان بيقبل هذا الكلام، واحيانا برضه ما كانش يقبل مني، يعني مش ليس بالضروره. وانت ديمقراطي بتقبل منه انه ما يقبل، وبرضه احيانا كنت بدانه ما يقبلش، يعني كان مش معناها انما كان خلاف، اذا كان خلاف في الراي انما قائم على احترام وقائم على ان في ارضيه مشتركه. النموذج ده في التفكير هو اللي صنع ربما يعني الى نسبه، هنشوف الى اي نسبه، الدكتور محمد البرادعي اللي رجع مصر بافكار معينه بعد كده وحب ان هو ينشرها بشكل اكبر. لكن انا عايز اعرف دلوقتي السبب اللي خلاك تختار كليه الحقوق، لانه الوالد كان في كليه الحقوق، ولا انه المبادئ اللي حضرتك اتكلمت عنها من شويه هي مبادئ اصلا المحاماه والعداله؟ انا هكلمك على ده خالد، انما النهارده قبل ما اجي اقعد معاك والله كنت ببص في يعني وسائل التواصل الاجتماعي، الميديا وبتاع، فلقيت افتكرت ان كان في غنوه لمحمد عبد الوهاب بيقول فيها ايه؟ الغنوه بحب عيشه الحريه. ويمكن ده انا عاوز اقول ده، طب يمكن عشان كان محروم من الحريه اللي كان لا اعتقدش ده يمكن اللي كان يجمعني انا وابويا. احب عيشه الحريه، يعني اذا اختصرتها. والفكره الثانيه برضه لما تشوف الغنوه دي، ما دام حبايبي حواليا، ده محمد عبد الوهاب، كل البلاد اوطاني. يعني الانفتاح اللي انا بكلمك عليه دي، يعني احنا مشكلتنا يعني انا اسف يمكن بخرج على الموضوع، انما مشكلتنا مشكله قيم، مشكلتنا مشكله عقل، مشكلتنا مشكله معرفه، ليست مال، ليست وسائل، مشكله كيف نفكر وكيف، وده يرتبط باشياء كثيره وهنخش فيها يمكن اما نتكلم، هيجي وقتها. انما انت بتستني على كليه اختيار الحقوق. كليه الحقوق عمره ما ابويا قال لي خش كليه حقوق، عمره ما ابويا قال لي ده الاتجاه اللي انت بتمشي فيه. ليه ده قابلت كليه حقوق؟ يجوز قطعا، تاثرت، شفت ابويا وكنت بحترمه وبحبه، يجوز، ما اقدرش اقول لك، انما انا كنت ممتاز في الادب والمعرفه، انما ليست في العلوم. يعني الحساب والكلام ده ما كانش زي ما احنا عارفين، كل مخ انسان مركب بطريقه، يعني نعم. ده جزء اكيد. ان بنتي عمري ما قلت لها خشي كليه الحقوق، دخلت كليه الحقوق ومحاميه، يعني ما هياش، ما اعتقدش. وهي شاطره في الحساب ولا لا؟ لا، ما هياش شاطره في الحساب. ابني مثلا بيشتغل في التكنولوجيا الحيويه وبتاع، ده بنضحك عليه في العيله لانه يعني علمي بعيد عننا، تشكيله مختلفه عننا يعني، انما لا، ما هياش يعني، ما كانش جزء منها تاثر باللي انا كنت يمكن بشوفه في البيت، جزء منها انها تكوينك الطبيعي، انك عاوز بتلبي حاجه نفسيه عندك. اعتقد كده يعني. وانا دخلت كليه حقوق سنه 58. دخلت سنه 58. كانت لسه حتى مصر يعني ما زالت، ما كانتش الحريات قمعت بالدرجه اللي احنا شفناها بعد كده، انما كان في رايي انا الحقوق، وهو برضو اللي يفهم كليه الحقوق، الحقوق تتعامل مع افكار مجرده، يعني مفاهيم، وانا كويس قوي في المفاهيم، يعني دي الحته اللي انا استريح فيها، ما احبش اتكلم في التفاصيل كتير، انما احب الصعوبة كلها انه تطبيق المفهوم ده في ارض الواقع. احب احط مظبوط التنفيذ، يعني التنفيذ. انما اي دراسه لغايه دلوقتي يعني تربط، يعني انا لغايه دلوقتي قراءاتي في الفلسفه، احب التاريخ، المنطق، الحاجات اللي هي مرتبطه بالفكره كبيره. التنفيذ مساله اخرى. طيب انت بحبك للفلسفه والتاريخ والمفاهيم، الجو السياسي العام اللي كان في مصر في الفترة ديت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كنت بتقيمه ازاي؟ يعني شوف برضه يا خالد، احنا ما هو ده جزء برضه من مشاكلنا، احنا دايما نبص يا ابيض يا اسود، يا ممتاز يا فاشل،
ما فيش حاجه في الدنيا كده، احنا بشر بنصيب ونخطئ. تقييم جمال عبد الناصر لما جه والثوره او يعني حركه 52 اما جيت انا كنت ببص قريب، ببص اتذكر يعني ايه المبادئ الست، مبادئ عظيمه جدا: قضاء على الاقطاع، حياه ديمقراطيه سليمه، انا لسه شايفها من كام يوم، يا ريت كنا شفنا حياه ديمقراطيه سليمه، عداله اجتماعيه، يا ريت كنا شفنا عداله اجتماعيه. عمل حاجات كتير طبعا، كان قائد في الاستقلال الوطني، واما تذكر جمال عبد الناصر في العالم الثالث كله ليه احترام ومعزه وتقدير، ان هو قاد حركه التحرر الوطني، ما فيهاش شك. انما للاسف في الداخل في مصر كان عداله اجتماعيه، ارفع راسك يا اخي، كان في يعني حاجات جديده علينا في هذا الوقت من بعد ما النظام الملكي والنظام ما يطلق عليه الاقطاعي وهذا الكلام. انما للاسف يمكن زي ما انت بتقول الفكره ممتازه والتنفيذ ما كانش كويس، التنفيذ ما كانش كويس على الاطلاق. ليه؟ لاسباب كتير، انما اولها في رايي انا يعني انه سلب الشعب المصري من حريته. يعني تحولنا الى فكره القائد الزعيم الملهم، واحد. اثنين، انه اعتمد على ناس معدومه الكفاءه، معدومه الكفاءه في الاداره المدنيه، اعتمد اساسا على زملائه من القوات المسلحه. الشخص الخريج القوات المسلحه ممكن يكون قائد طبيعي عظيم، انما ما يقدرش يدير وزاره التربيه والتعليم، ولا انا اقدر ابقى قائد طبيعي. يعني احنا في تقسيم ادوار، في تاهيل. انا دخلت كليه حقوق ما اقدرش اعمل عمليه، لكن يمكن ده كان طبيعي لحد ما، على الاقل في الفتره الزمنيه اللي كان وصل فيها جمال عبد الناصر الحكم. يعني كان في الملك وبعدين ثوره، وكان نقدر نتكلم يا ترى عن يعني كنا بعيدين تماما عن دوله المؤسسات ان صح التعبير، بعيدين تماما عن دوله المؤسسات. انما كان في نخبه في الوقت ده اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي زمن والدي والزمن اللي قبله دي كانت نخبه في اي مجال في مصر لا تقل عن اي نخبه في الخارج الحقيقه. يعني سواء طبيب، سواء مهندس، سواء محامي، سواء اقتصادي، وهو ما اعتمدش عليهم، همشهم. ليه؟ ما هو دي جزء من مشكله. يعني انا هنتكلم برضو تاني ان انا اما ببص للصوره الكبيره، غياب الحكم الرشيد في العالم العربي كله، غياب الحكم الرشيد، يعني عشان ابسطه بمفهوم ايه؟ بمفهوم ان الشعب يكون شريك في الحكم، ان الشعب هو اللي يختار رئيسه، وما يبقاش رئيس وهو بيختار شعب، او يعني بيلحق بنظام حكم شعب. ده اللي حصل لنا في العالم العربي في معظم الاحوال. يعني ليه؟ ما هو وبعد النتيجه، يعني احنا بنتكلم، هتجد ناس هتنتقد اللي انا بقوله، وهتجد ناس تؤيد اللي انا بقوله، وانت ديمقراطي وبتقبل الانتقاد، مش مشكله طبعا. بس انا في النهايه ابص في حاجه احنا بنتكلم عليها، النتيجه في النهايه. النتيجه انا بالنسبه لي في عهد عبد الناصر حرب 67 انا في رايي الى اليوم ما قمناش منها، ولا قام منها مصر، ولا قامت منها العالم العربي. فزي برضو يعني اما الواحد بيتكلم، ودي برضو المعرفه، بدل ما اقعد اتكلم واحكي، انا بشوف النتائج، اشوف النتائج سياسيه، اشوف النتائج اقتصاديه. طب انت اتفاجئت بنتيجه حرب ال 67؟ اعتقد اتفاجئت طبعا، لان طبعا ما كانش في عندنا التواصل الاجتماعي، ما كناش بنعرف ايه اللي بيحصل، كنا بنعتمد على الاعلام، يعني الموجه اذا سميته تأدبا اعلام موجه، ما كانش اعلام اصلا. يعني كنت بتسمع احمد سعيد كتير؟ لا، ما كنتش بسمعه طبعا، لان ما تقدرش تسمعه. انما كنا تحت الانطباع ان عندنا جيش قوي، كنا تحت الانطباع ان احنا اذا دخلنا الحرب يعني مش هنخسر بالهزيمه اللي حصلت لنا. انما في نفس الوقت ده كنا خلاص ابتدينا نشوف ان ما تقدرش تتكلم في التليفون، كنت تخاف تكلم اي واحد في التليفون، كنت تخاف من زميلك تتكلم قدامه. يعني اما الواحد بيفكر دلوقتي من منطلق وانا كبير في السن وقعدت وبعدت وشفت، هتكسب حرب ازاي وانت همشت شعبك، خوفت شعبك، قمعت شعبك. يعني انا كنت دايما، انا فاكر 67 اقول اما كان الهزيمه دي، الوطنيه دي مش مفهوم اقول انا وطني وهروح اموت نفسي. حب وطنيه دي لها يعني مفهوم، انا لما بروح حرب بدافع عن حياتي اللي بحبها، بيتي، اهلي، ولادي، العمل بتاعي.
انما في 67 كنت بسال العسكري المصري كان مقهور.